رجل مهتم جدا بالرسالة، ورجل مهتم جدا بالإعلام والإعلاميين، وأعتقد أنه أقل ما يقدم له هذا المساء أنه يكرم باعتباره واحد من شبابنا المنيرين المميزين اللي قطعا نحن بنسعى بيكون يكرم. تكريمه وتكريم للشباب أعتقد مجتمعين، وزي ما قلت هو أقل ما يقدم، لأنه نحن فعلا في وقت من عمر السودان يكاد يكون معقد وعصيب جدا، فبالتالي يجب أنه نوازن الرسالة الإعلامية، يجب أنه نجيب صف واحد خلف جيشنا، يجب أنه نحرص على تقديم رسالة عقلانية موضوعية يخاطب من خلالها وجدان الشعب السوداني، وعي الشعب السوداني، ثقافة وفكر الشعب السوداني، وده قطعا بينتج لنا جيل واعي وجيل مستنير وجيل مثقف السوداني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم وتشرفنا اليوم بلقائكم يا أخونا ود الزين وقناتك الإعلامية الكبيرة في إفطار الإعلاميين السودانيين بالرياض. إفطار ناجح 100%. والله أكثر من 100%. إفطار جمع كل الطيف الجالية السودانية والإعلاميين والموسيقيين والشعراء والأدباء والمذيعين، كل الأطياف السودانية، كل الكيانات السودانية موجودة الآن في هذا الإفطار الجميل الرائع. السودان ينزف بإذن الله تعالى. إن شاء الله في العيد القريب ده حنفرح فرحتين، فرحة عيد الفطر المبارك وفرحة نصر القوات المسلحة السودانية بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. عيدية نهائية. نقول لكل الشعب السوداني إن شاء الله منتصرين بإذن الله تعالى، منتصرين بإذن الله تعالى. من ضمن تغطيتنا التقينا مع أحد سفراء الإعلام السوداني في المملكة العربية السعودية من ضمن إفطار سفراء الإعلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الفاضل هواري حقيقة، وكرمت من خلال هذا اليوم من خلال برنامج إعلامي السودان بالسعودية، وكان محفل جميل جدا، وأنا سعيد جدا أن يكون هذا اليوم هكذا بهذا الجمال يا ود زين. حقيقة أنا أشكرك، وبحكم أن أنا كرمت من خلال هذا اليوم. إحنا نتعلم منك يا أستاذ. الله يديك العافية. وحقيقة يعني كان وجود مشرف لعدد كبير جدا من أبناء الجالية السودانية من المقيمين ومن الزائرين الذين توافدوا إلى المملكة مؤخرا، وهناك العديد من الإعلاميين في مجالاتهم المختلفة والصحفيين الذين أتوا إلى هذا المكان. كان محفل كبير، وجود عدد هائل جدا من الناس، وأنا أشكر حقيقة قناتك وأشكرك ود زين على هذا الجمال، وأنا كرمت من خلال هذا اليوم، واليوم كان رائع وجميل بكل ما يحتوي من هذه الكلمة. السودان ينزف. السودان حقيقة هذا الألم الذي حقيقة الخرطوم تنزف وأم درمان تبكي وبحر الحنينة، والشعب السوداني الله يكون في هذا العون الجميل، وأن تذهب هذه الغمة التي أتت إلى السودان وسوداننا. نتمنى أن يعود كما أجمل من السابق بحكم توليفتنا الجميلة في مجالاتنا المتعددة. وحقيقة أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وأتمنى حقيقة السودان يرجع كما كان. وأحيي جيشنا الباسل الذي حقيقة التف حول كل الشعب السوداني بكل الاتجاهات. حقيقة نتمنى السودان أن يعود مرة أخرى ومرات وأجمل إن شاء الله. أنا سعيد بك يا أستاذ. الله يديك العافية. شكرا ود زين، الله يديك العافية. وهذه المساحة الجميلة التي أتحتها لي من خلال قناتكم الجميلة. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أنا سعيد بك. الله يسعدك، الله يسعدك، وأنا كمان سعيد بوجودك معنا اليوم في إفطار سفراء الإعلام المقام هنا في الرياض، وسعيدين جدا بوجودك معنا. عرف المشاهدين عليك. أنا محمد ضو النعيم من تلفزيون الصين المركزي. اليوم الإفطار الأول سفراء الإعلام السوداني. أول مشاركة لنا وأول إفطار يحصل منذ فترة طويلة، يعني كنا ننادي بالمسألة دي، والحمد لله يعني تمت أخيرا، وما شاء الله يا شفت اللمة وشفت المجموعة الموجودة من الشباب، وبحضور معالي السفير السيد مهند، يعني رجل نشط جدا جدا، ونشكره على مجهوداته الكبيرة اللي بيقدمها دائما. اليوم تم تكريم الأخ الإعلامي محمد محجوب. محمد محجوب يستاهل كل خير. محمد محجوب رمز وقامة ورجل يعني هو اسهام كبير في هذه اللمة الكبيرة. نشكره كثير محمد محجوب على هذا المجهود المقدر، مجهود عظيم جدا جدا بذله، نشكره عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ود الزين. عرف المشاهدين عليك. معاكم عبد العال ابو بكر عبد العال سيد، خريج إدارة أعمال ومصور هاوي
انا والله سعيد بك وبارك لك النجاح الباهر في افطار سفراء الاعلام الاول بالمملكه العربيه السعوديه الرياض. والله يا اخي الله يخليك يا ود الزين يا اخي، واحنا سعيدين بك اكثر واكثر ان شاء الله. تم تكريم عدد من الاشخاص البارزين في سفراء افطار سفراء الاعلام السوداني. ايوه نعم، والله يعني شرفونا ناس كتار في الافطار والتكريم وكده. كانت في شركات مشاركه شركاء النجاح من مطاعم وكافيهات وغيرها. نعم كان الحضور كثير وفي شركات كثيره مساهمه ومشاركه في الافطار، اعلاميو السودان بالمملكه العربيه السعوديه، وكان افطار وحضور يعني قيم صراحه، حضور كبير وجميل. تم تكريم الاخ الجميل الاعلامي محمد محجوب. ايوه الاعلامي طبعا وزميلنا الاستاذ محمد محجوب يستحق التكريم، وهو الراجل يعني ما شاء الله دائما بيقوم بالمبادرات زي دي، ودائما سباق في عمل الخير ولمة الناس، واحد الاعلاميون واحد المؤسسين لاعلاميو السودان بالمملكه العربيه السعوديه. من ضمن تغطيتنا افطار سفراء الاعلام السوداني التقينا مع احد الاعلاميين وسفير الاعلام في المملكه العربيه السعوديه الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس جعفر موسى، اعلامي السودان بالسعوديه. اول شيء نشكركم على حضوركم، والشكر اجزله لكل الحاضرين الذين مثلونا اليوم. يعني اليوم نجاح باهر. الحمد لله، ذلك الفضل من الله، وبعده الفضل للشركاء الذين يعني ساعدونا في النجاح. ومن هنا يعني بندعو الله سبحانه وتعالى أنه السودان يعود آمن مطمئن ببركة هذا الشهر الفضيل وهذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة إن شاء الله وليلة 27. ونشكركم على حضوركم، والشكر لكل مشاهديكم. يعني من ضمن تغطيتنا افطار سفراء الاعلام السوداني التقينا مع احد الاعلاميات الجميلات وسفراء الاعلام السوداني الهام العبيد. مرحبا ود الزين، كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب ان شاء الله. اليوم نشهد الافطار الاول سفراء الاعلام السوداني. اهلا بك ود الزين. كان اليوم يوم لطيف جدا جميل جدا بوجودك بالتاكيد، بوجود كل المغطيين لهذه الفعاليه، بوجود كل الزملاء الاعلاميين مختلف الوان الطيف الاعلامي. انا سعدت جدا صراحه واتبسطت جدا جدا باليوم ده، وكان يوم لطيف جمع كوكبه من الاعلاميين السودانيين داخل المملكه العربيه السعوديه، وايضا كان حضور وتشريف اعلاميين غير سودانيين. تم تكريم عدد بارز من الاعلاميين من ضمنهم الاعلامي الجميل محمد محجوب. نعم طبعا انا سعيده جدا صراحه واتبسطت جدا لمحمد محجوب بهذا التكريم. محمد محجوب هو زميل وصديق وشخص اكتف جدا ونشط. وهو محمد محجوب طبعا زي ما تعرف الدزين هو من الناس اللي دائما هو بيحتوي وبيحتضن الاعلاميين اللي قادمين من السودان الى المملكه العربيه السعوديه، وبيقدم لهم دائما يد العون في كل ما يحتاجونه، فبالتالي هذا التكريم تكريم صادف اهله. السودان ينزف. نحن برضو كمان بننزف لنزيف السودان. طبعا احنا بننزف السودان. نتمنى ان يكون ده النزيف الاخير للسودان، لانه السودان نزف كثير جدا جدا. نتمنى يكون ده اخر نزيف للسودان، من بعده يتعافى بصوره نهائيه ويتم استئصال كل مسببات النزيف في السودان من 56 الى الان. نتمنى انه يكون ده اخر عيد حزين لنا. الاعياد اللي جايه تكون اعياد يعني نحتفل واحنا يعني في وسط الخرطوم، وسط الجزيرة، وسط سنار، وسط دارفور يا رب إن شاء الله. عيدية سريعة. كل سنة وانتم طيبين، كل المتابعين والدزين، كل سنة وكل السودانيين طيبين، النازحين واللاجئين والمكتويين بنار الحروب. ان شاء الله كل سنه وانتم متماسكين. احنا والله طيبين دي شويه كده صعبه في ظل الحرب، صح؟ لكن كل سنه واحنا كلنا متماسكين، يعني النازحين واللاجئين والناس اللي قاعدين وسط نيران الحرب وقاعد يتقلوا بنيران الحرب. كل سنه وان شاء الله كلنا متماسكين، ولازم كلنا نكون يد واحده خلف السودان الكبير اللي بيلمنا كلنا بمختلف الواننا وسحناتنا واشكالنا وادياننا ولغاتنا ولهجاتنا. شكرا لك الهام العبيد. شكرا لك ودزين. انا سعيد بك. وانا اسعد. من ضمن تغطيتنا الافطار الاول سفراء اعلام السودان التقينا مع احد سفراء الاعلام السوداني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفينا عليك. مها حسن من اعلاميه السودان بالسعوديه. طبعا بهني الشعب السوداني بحلول رمضان، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وان شاء الله ترجع بلادنا امن وامان
وحقيقة اليوم كان جميل جدا، كان في استضافة لعدد من الإعلاميين من داخل السودان وخارجها، وتم تكريم عدد من زملائي برضو. كان يوم جميل حافل. من أبرزهم محمد محجوب. من أبرزهم الأستاذ محمد محجوب وأستاذ جعفر، أستاذ محمد عطية، فأبدعوا صراحة اليوم، وكانت أمسية جميلة ورائعة بحضرة السفير أيضا الأستاذ محمد عجبنا، وكان القائم بالأعمال صحيح. وكان يوم جميل جدا صراحة، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. من ضمن تغطيتنا سفراء الإعلام التقينا مع أحد سفراء الإعلام السوداني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. ألف مبروك نجاح الإفطار. الله يبارك فيك يا أخي، الله يبارك فيك، ويبارك كل الإعلاميين وكل السودانيين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، وشاكر لك جدا يا أستاذ. إفطار ناجح 100%. الإفطار ما شاء الله يعني كانت إضافية حقيقة، ولأول مرة أنا يعني أضيف مع المجموعة هذا، وكانت إضافية حقيقة من الشخصيات المعروفة، الإعلاميين وعلى الخبراء وعلى كل السادة الشخصيات العامة هنا في المملكة العربية السعودية، ودي إضافية حقيقة يعني. تم تكريم عدد بارز من الإعلاميين، من ضمنهم الإعلامي الجميل الشاب الجميل محمد محجوب. ايوه، ومحمد محجوب طبعا من الشخصيات المعروفه، طبعا هو من اسد البرامج الافطار الاعلاميه، وشخصيه طبعا دائما بتدعم للاعلاميين في تطورها وفي تجمعاتها وفي يعني في كل شيء. يعني هذا محمد محجوب شخصيه معروفه، والشخصيه يعني بصمه في المملكه العربيه السعوديه هنا بالنسبه للشباب عامه هنا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا سيد بك. انا اسعد واهلا بك. اول حاجه ابارك لك نجاح الافطار. الحقيقه اليوم ده ناجح بتضافر الجهود وبوجود كل الزملاء الاعلاميين والفنانين والمنظمات المجتمع المدني، وقبل ذلك الشركاء والرعاة هذه الليله الذين وثقوا في اعلام ووثقوا في مجموعه اعلامي السودان بالسعوديه. لولا وجودهم ولولا تضافر الجهود لما كان هذا النجاح، والحمد لله رب العالمين كل الناس ساهمت في هذا النجاح. كرمتم عدد بارز من الاعلاميين، من ضمنهم الشاب الجميل المجتهد محمد محجوب. حقيقه كل الاعلاميين يقوموا بدور كبير جدا في ظل هذه الظروف التي يعيشها السودان، ولو كان حقيقه الامر متاح لكرمنا كل الاعلاميين الموجودين في المملكه العربيه السعوديه وكل الاعلاميين السودانيين بصفه خاصه. لكن انا اعتقد ان تكريم محمد محجوب هو كمؤسس لمجموعه اعلام، وتكريم جاء في وقته، وتكريم يستحقه، وتكريم صادف اهله. ونحن حقيقه في اعلام سنظل ماسكين على امر الوفاء لاهل العطاء، وتكريم محمد محجوب ما هو الا بدايه لعدد من التكريمات للزملاء الاعلاميين. هل هو الافطار الاول؟ هذا هو الافطار الثاني على التوالي، ولكن هذا العام حقيقه كان حجم الافطار اكبر، حجم الشركاء وحجم الشراكات كان كبير جدا، والذين انضموا الى هذا الافطار في هذا العام كان العدد اكبر، حتى على مستوى القنوات والاعلاميين العرب، حتى غير السودانيين تواجدوا معنا في هذا الافطار. لذلك هذا العام كان اكبر من العام السابق، وباذن الله تعالى العام القادم سنشهد ملتقى اكبر من هذا الملتقى، والسودان يكون وقتها قد استعاد امنه وعافيته ان شاء الله. توجيه شكر. اشكر حقيقه كل الشركاء وكل الرعاة في هذه الليله، واشكر كذلك بيت السودان، السفاره السودانيه ممثله في الاخوه في القنصليه، وكذلك الاستاذ مهند عجبنا القائم بالاعمال بالانابه، وكل الاخوه في وسائل الاعلام المختلفه، وكل الزملاء من المحطات العربيه والسودانيه المختلفه. شكرا جزيلا لهم جميعا، وشكرا لكم انتم كذلك. عيديه سريعه. كل عام وانتم بخير، وحقيقه هذا العيد ياتي والسودان ينزف جراحاته، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان ياتي العام القادم والسودان يحتفي بعيد عيد نصر وعيد فطر ان شاء الله تعالى. انا سيد بيقى استاذ. انا اسعد وكتر خيرك. في النهاية خلونا أشكر أخواني الإعلاميين، خلونا أشكر جميع القنوات الفضائية، خلونا أشكر شركاء النجاح،
خلونا أشكر الشاب الجميل، الشاب اللطيف، الإعلامي الجميل محمد محجوب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير. ود الزين.